كنت ترجع من الغربة ومصراتك ما يجيبوا لك حق خيمة. اوف، واخيرا تحقق حلمي ورجعت على سوريا. اهلين وسهلين يا يوسف، واخيرا رجعت رجعت عز. الحمد لله، ورجعت معي الدولارات. يا عيني عليك، هذا الشيء اللي بيجي منه بالفحص. ايش مخططك يا يوسف هلا؟ اول شيء بدي يكون بيت سياح نيح، لاني مليت من الغربة ومن البيوت الصغار. يا سيدي حقك زي هيك، هون صاير في كل بيت لقطة. وينك؟ شيء بيشرح الفؤاد. نديم، جايب معي 5000 دولار وبدي بيت يكون سياح نياح على معلميتك انت. انا جايب 5000 دولار يا كلب وبدك بيت على معلميتي؟ امشي يوسف، شوف لي على هالملعب هذا وعلى مساحة هالبيت هذا. نديم، وين البيت؟ هذا ارض فاضي. يوسف، هال 5000 دولار هي تبعك، بنشتري هي الارض بنقسمها هيك. هون بنعمل المطبخ والحمام، وهون بنعمل الغرف والصالون. شو لك نديم؟ انا بدي مثل البيوت هدول. يوسف، مثل هالبيت هذا يكون معك يا 50,000 دولار يا 100,000 دولار، هي اقل شيء. اما ب 5000 دولارك هي بتشتري هالارضيه هي، بتحط الخيمه وبتبرك. مو قال يا زلمه معه 5000 دولار وجاي يشتري لي بيت. روح عنا. يعني تعبي كله راح على الفاضي يا بوبو.